اوعكم تخلوا الطحين على البروستد 10 دقايق و5 دقايق مشان ما يكتل ويقسى على القلي. كل وجبه بوجبتها بتلكوها بالطحين وعلى المقله مباشر. طريقه البروستد المطاعم بدون نقع وتتبيله غابه. القرشه والتتبيله ما راح اخبركم عليها لحتى انتم تجربوها قديش لذيذه وشهيه. اول شيء نظفت الدجاج منيح كتير. اهم شيء انه نقطع الدجاج ونجروحه كتير منيح. بما انه ما نقعته قبل بيوم وبدي هلا اساوي لازم جروحه كتير منيح واسقبه منيح منيح. انتبهوا للفيديو لطريقه السقب وطريقه تتبيله الدجاج. معلقه ملح، معلقه فلفل ابيض، معلقه كركم، معلقه كزبره، معلقه صغيره بهارات السبعه مع شويه هال مطحون، معلقه بودره الماجي، ليمونه مبروشه، شويه عصير ليمون، كاسه مي وما بكتر. عفوا نسيت الثوم المجفف، معلقه ثوم مجفف. وهلا اخلطها يا اكابر. وهلا انا تبلته وبلشت بدي احضر السائل اللي هو عباره عن بيضه ومعلقه صغيره فلفل ابيض، كاستين مي. وهلا بندار لتحضير الطحين. ونفس التوابل اللي حطيتها على الدجاج بدي احطها على الطحين. وهلا جبت اول فخده لكيتها اول شيء بالطحين، بعدين بالسائل البيض والفلفل والمي، وبعدين رجعتها على الطحين وبرجع بغمسها كتير منيح منيح بالطحين وبنفضها نفضه مشان تكون جاهزه للقلي. هلا صدور الدجاج بنفس الطريقه عملته. وبعدين اول شيء حطيت بالطحين وبعدين بالسائل وبعدين برجع على الطحين بغمسها كتير منيح. هون حمض زيت اكله وقت معي 15 دقيقه. حطيت للبطاطا نشي مخلوطه طحين وملح وشويه مي وحركتها وطلعت معي بهالنقرشه هاي. وهلا لا تنسوا اللايك وتابعوني حتى ما تضوعوني. والسلام.